ازيكم؟ انا لسه متجوزه بقالي 10 شهور. للاسف لقيت جوزي مره واحده بيقول لي انا مبسوط جدا وهقولك على خبر يبسطك. قلت له في ايه؟ قال لي ماما هتيجي تعيش معانا على طول. قلت له بتتكلم بجد؟ قال لها اه والله ماما هتيجي تعيش معانا على طول والموضوع ده بسطني جدا. فانا قلت له لا، انت لازم تبقى فاهم ان انا الوضع ده مش هكون حباه اصلا وانا رافضاه. قال لها ازاي رافضاه يعني؟ ما ماما جايه تعيش معايا، هي ماما مالها يعني؟ وبعدين ماما مالهاش غيري. فقلت له لا انا الصراحه الوضع ده ما يعجبنيش. راح قال لها لا خلاص، هي ماما كلمتني وقالت جايه. بتقول بقى هي كمان ان للاسف ان هي مامته بتحبه جدا لان هو الولد الوحيد. قصه بقى في ان اخواته البنات هم اللي قالوا لمامته ان هي تروح تعيش معاه، مع ان اخواته انا ما بحبهمش اصلا، على طول في مشاكل. فتخيل بقى لما مامته تيجي تعيش معايا في البيت ايه اللي ممكن يحصل؟ اكيد البيت هيولع نار. انا طبعا مش عارفه ان انا اقول لجوزي ازاي ان مامتك ما تجيش، وفي نفس الوقت انا مش عايز اعمل مشاكل عندي في البيت. فانا بعت لحضرتك عشان خاطر تقدر تفيدني والناس اللي عندك تفيدني في حاجه زي دي. انا المفروض اعمل ايه عشان اقول له او اقنعه ان ما يخليش مامته تيجي هنا عشان خاطر ما يحصلش بينا مشاكل؟ وبعدين انا لسه متجوزه بقالي 10 شهور، انا مش فاهمه فيه ايه. فيا ريت حضرتك تنصحني وتقول لي المفروض ان انا اعمل ايه. خليني افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو لو عجب حضرتك. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش ان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. تفهميه وتقولي له ان احنا كده هنبقى احسن، او ممكن مثلا تقترحي عليه ان في نفس العمارة اللي انتوا ساكنين فيها يأجر الشقة اللي مامته قاعدة فيها ويشوف لها شقة في نفس العمارة اللي انتوا ساكنين فيها وتسكن معاه، وينزل يودها ويقعد معاها تقضي يومكم معاه كده اهو. ولكن ان انت عشان خاطر تقولي لا انا مش عايزه مامتك تيجي تقعد معايا وانا مش حابه ده وانا كارهه وانا مش كارهه، اكيد هيبقى في مفاعل نووي في البيت، هتتخانقوا مع بعض ويحصل مشاكل. ده جزء. والجزء التاني بقى يعني لو انت شايفه ان انت هتتعاملي معاها عادي ومفيش مشكله، ولكن المشكله في اخواته بس، اعتقد ان مامته مش هتكون السبب. او ممكن يكون انت بتقصدي ان عشان خاطر مامته ما فيهاش مشكله واخواته هم اللي بيعملوا مشكله ويفعلوا المشاكل ما بينكم وما بين بعض. اعتقد ان انت لو اتكلمتي مع جوزك في موضوع زي ده كده بالراحه وبالعقل وتقولي له ان اخواتك بيقولوا لمامتك كلام وبالتالي ما بيكونش صحيح وبيحصل عنه مشكله، فخلينا كده افضل عشان ما يحصلش مشكله. انا شايف ان ده يعني يعتبر حل مقبول عشان خاطر انت لسه في بداية جوازك، عشان لا قدر الله ما يحصلش حاجة والوضع يسوء.